بص يا جماعة، فكرة إن الواحد يعمل محتوى على اليوتيوب دي نوعا ما تبقى صعبة. صحابك هيتنمروا عليك، أهلك هيتنمروا عليك، وطبعا ده أنا بعاني منه. أنا مش عارف لحد دلوقتي أبدأ في الموضوع دوت، بس مش عارف لحد إمتى، لأن هو ده الطريق الوحيد. يعني هو ده الطريق الوحيد اللي احنا عارفين ان هو ده اللي هيعمل الموضوع ده، هو ده اللي هيجيب لك الفلوس وهيجيب لك الدنيا وهيجيب لك الراحة وهيجيب لك كل الكلام ده. بس انا جربت كتير، جربت هنا وجربت هناك وجربت في شرم وجربت هنا ان اعمل فيديوهات، بس الموضوع صعب معايا مش عارف ليه. بس انا لان شايف لحد دلوقتي ان الموضوع انه فرصة، انا محتاج فرصة او مش محتاج فرصة، محتاج اعرف شغفي. بس انا المحتوى مش عارف اعمله ايه بالظبط. يعني انا واحد بحب العب فيديو جيمز، بس لما اجي ابص على الناس اللي في مصر بتتفرج على ايه، لسه بيتفرجوا على بابجي موبايل اللي هم بيلعبوها على البي سي والكلام دوت. ف انا ما بلعبش اللعب دي الصراحه ولا هلعبها، يعني فاهم. فهو محتوى غريب شويه عن الجمهور اللي موجود في البلد، فانا محتار. وحاجه تانية كمان بعملها بس مش هعرف اعملها هنا في القاهره، يعني اللي هو مثلا اعمل لكم لايف ستايل. بس لايف ستايل في القاهره انا ما عنديش حياه في القاهره اصلا. يعني أنا غالبا بقالي شهر قاعد هنا، ما كنت قاعد هنا غالبا ما بعملش حاجه، ما بخرجش بره بيتي غير مع اتنين تلاتة صحابي واخواتي مثلا او حاجه زي كده. انا نفسي اجرب، انا نفسي اخش في الموضوع، بس المكان مش مدينا فرصه مثلا للناس. اي جيمر بيلعب ببجي موبايل، ما بيلعبش غيره. في ناس يعني، في مين اسمه يا ربي مش فاكر اسمه، بس هو عايش بره مصر. هو ده بيطلع لايفات كتير كده بس. لا سنو. فده بس متهيألي اللي بيلعب لعب غريبة. كان يعني مش غريبة، هو بيلعب لعب مختلفة عن بابجي. يعني بيلعب لول وبيلعب حاجات تانية كتير. بس أنا الفكرة كلها أنا مش عايز أحشر نفسي جوه الجيمنج. يعني هو ده البص بتاع دوت الصراحة يعني. ده ده مش عايز أقول اشتغلت كتير يعني عشان أجيبه، بس يعني الظروف اتحطت وعرفت أجيبه. يعني الظروف حصلت يعني وعرفت أجيبه. ف بقضي عليه وقت كتير قوي. فانا بحب اعمل الحاجه ديت. هو الناس كلها بتقول لك اعمل محتوى عن الحاجه اللي انت بتحبها، بس الحاجه اللي انا بحبها ما اظنش ان ليها محتوى كتير في مصر هنا عموما يعني. وانا عندي لايف ستايل، يعني كان عندي لايف ستايل غريب شويه عن الناس اللي عايشه في مصر برضو شويه. ان انا كنت شغال انا وصحابي، انا غالبا انا ومعارفي كلهم، يعني انا دايرتي كلها شغاله في شرم الشيخ في السياحه، شغالين في السياحه. فاحنا حياتنا غريبة يعني في حاجات كتير قوي بتحصل. فانا ما كنتش بلحق مثلا اعمل محتوى عن الموضوع دوت، او انا عملت حاجات في ايام اجازتي او حاجات زي كده. بس انا بفكر اني لو او لما ارجع تاني اشتغل في شرم الشيخ او في اي حته يعني يكن يعني ربنا عالم فين الخير يعني. ابدا اعمل محتوى واركز في الموضوع ده من ناحيه الفلوس، من ناحيه الحاجات الغلط كتير قوي بتحصل هناك، من ناحيه الاماكن النظيفه او اللي انت ما تتوقعش ان هي موجوده في مصر، بس هي معموله لناس معينه او لفئه معينه. في اماكن يخشها ناس وناس لا، فاهم. فانا كان شغلتي ان انا كنت يعتبر واخد صلاحيه ان انا اعمل اي حاجه موجوده في البلد هناك. فده كان محتوى حلو ان انت بتشوف حاجه تانية جديده، يعني حاجه تانية مختلفه. وبرضو ان انا قاعد هنا فاضي، يعني انا نوعا ما انا قاعد، أنا نزلت عشان امتحانات. يعني انا اخر شغل سبته قبل امتحاناتي ب 15 يوم، في شهر متهيألي او حاجه زي كده. فانا فضلت يجي شهر هنا لوحدي ما بعملش حاجه، فقاعد فاضي. كنت بعمل ايه؟ كنت بلعب على الاكس بوكس بتاعي، فبقعد العب حاجات تانية كتير غير بابجي. فانا عايز اعمل حاجه زي دي واعمل حاجه زي دي. بس اللي في ايدي دلوقتي ان انا اعمل الجيمنج. ولما ان شاء الله يعني الله اعلم ارجع السياحه، اشتغل في السياحه وشرم الشيخ، ابقى اعمل فيديوهات هناك. في حاجات كتير قوي ممكن تتعمل هناك، بس انا ما كنتش فاضي يعني اعمل، او ما كنتش مركز قوي ان انا ممكن اعمل حاجه زي كده، او اني ما اعرفش. يا اما هفضل هنا يا اما هروح هناك، او ممكن اروح حته تالته، الله اعلم. فانا عايز انتظم، لان انا نزلت فيديو ما جابش اي فيوز، وده يعني بضني نيك يعني. فانا هبدا انزل حتى لو ما جاش فيوز، هبدا انزل لان الموضوع مش صعب قوي. بس هو محتاج شويه راحه نفسيه قدام الكاميرا، لان الموضوع كلام قدام الكاميرا يا جماعه صعب قوي. ان انت بتتكلم قدام تليفون، و
عارف ان في حد من اهلك هيتفرجوا عليك، اخوك. انا يا جماعه عندي 3 اخوات يعني، وابن عمي واصحابي، فكل لما الناس دي بتتفرج على حاجه انا عارف ان هم بيتفرجوا على الفيديوهات ديت، فبحس ان انا مكسوف اكتر. بس يعني اللي هو الفكره كلها ان محدش مهتم. يعني اخويا اتفرج عليه هيطلع عليا دقيقتين بعدين هيفك صاحبي ما بيكبر دماغه، فاهم؟ فالناس هي مش مركزه. بس لما الفكره كلها ان يا جماعه شغال هتبقى متضايق ومخنوق، مش شغال هتبقى مخنوق برضه. بس كده.